قبل الخوض في الموضوع أود أن أعبر عن صادق التعازي كذلك لدولة الكويت الشقيقة إثر وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، سائلنا الله تعالى أن يجعل الجنة مثواه. أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة، لا شك أن التعاون العربي الروسي شهد تطورا ملموسا منذ إرساء قواعد الشراكة بين الجانبين سنة 2009، وبتوالي الدورات وصولا إلى هذه الدورة يكون منتدانا قد بلغ مرحلة من النضج يغذيها توافق حول أهميته ونجاعته كإطار للحوار والتعاون يكون على قدر التطلعات والانتظارات. ولعل لقاءنا هذا يعتبر مناسبة ملائمة لتقييم مسار التعاون العربي الروسي لتثمين نقاط قوته ومعالجة مكامن قصوره وإغناء محتواه وتحديث طرق عمله وفاء لروح الصداقة التاريخية بين روسيا والعالم العربي. ومن هذا المنطلق فإننا نصبو إلى الرقي بهذا المنتدى إلى مستوى حوار استراتيجي عربي روسي فعلي وفاعل، يكون فضاء حقيقيا للتنسيق ولشراكة بناءة وعملية ومثمرة تخدم بشكل متوازن مصالح الطرفين وتساهم في أمن واستقرار منطقتنا العربية. شراكة تبنى على الاحترام المتبادل وتعلو بالمسؤولية المشتركة. شراكة تتفرد في مضمونها وتبقى منفتحة في حكمتها. وشراكة يكون التضامن عنوانها والوفاء بالالتزامات مبدأها. شراكة توازن بين الحرص على المصالح السياسية والاقتصادية من جهة وواقع الشركاء وإمكاناتهم وتطلعاتهم من جهة أخرى. لذا نتطلع إلى تفكير جماعي لرسم خارطة طريق لشراكة ناجعة وفاعلة تأخذ في الاعتبار العناصر التالية. أولا، النظر في الإطار المنظم للتعاون بين الجانبين بغرض الانتقال به من نمط التداول السياسي التقليدي إلى مرحلة الحوار الاستراتيجي وفق رؤية استشرافية تأخذ بعين الاعتبار التطورات على المستوى العالمي والإقليمي وتراعي المصالح المشتركة للطرفين. ثانيا، الانفتاح على هيئات وفاعلين اقتصاديين وثقافيين عبر إنشاء منتدى اقتصادي وثقافي كما هو الشأن في منتدى الروسي الإفريقي على سبيل المثال، وهو من شأنه المساعدة على تجاوز منطق الحوار الدبلوماسي الكلاسيكي نحو أنماط تعاون مبتكرة وملموسة عبر أدوات الاستثمار والمشاريع ذات المنفعة المشتركة. فنحن نؤمن أن رافعة الاقتصاد والرأسمال البشري يشكلان عاملين حاسمين في صياغة مستقبل الشراكة العربية الروسية. ثالثا، التفكير في دورية اجتماعات المنتدى بما يسمح بالإعداد الجيد لها وحتى يترك الوقت الكافي لتنفيذ خطة العمل المشتركة بالتنسيق مع مختلف المتدخلين في الدول الأعضاء. رابعا، الاستفادة من تجارب الشراكات الإقليمية وممارساتها الفضلى بما في ذلك منتدى الروسي الإسلامي أو منتدى التعاون الروسي الإفريقي. معالي السيد وزير خارجية روسيا الاتحادية، أصحاب المعالي والسعادة الوزراء ورؤساء الوفود، السيد الأمين العام، حضرات السيدات والسادة، لا يغيب عن ذهن أحد أن لقاءنا هذا ينعقد بالتزامن مع استمرار موجة العدوان المسلح الذي يتعرض له قطاع غزة وما خلفه وما زال من ضحايا بالآلاف في صفوف المدنيين ومن تخريب ودمار وحصار شامل. وقد سبق أن دعا جلالة الملك محمد السادس انطلاقا من التزام جلالته بالسلام وبصفته رئيسا للجنة القدس إلى التحرك الجماعي كل من موقعه لخفض التصعيد ووقف إطلاق النار بشكل دائم وقابل للمراقبة وضمان حماية المدنيين وعدم استهدافهم والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية بانسيابية وبكميات كافية لساكنة غزة وإرساء أفق سياسي للقضية الفلسطينية كفيل بإنعاش حل الدولتين المتوافق عليه دوليا. ومن هذا المنطلق أكد جلالته غير مرة على أنه لا بديل عن سلام حقيقي في المنطقة يضمن للفلسطينيين حقوقهم المشروعة في إطار حل الدولتين، ولا بديل عن دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ولا بديل عن تقوية السلطة الفلسطينية
بقيادة فخامة الرئيس محمود عباس، ولا بديل عن وضع آليات لأمن إقليمي مستدام قائم على احترام القانون الدولي والمرجعيات الدولية المتعارف عليها. ونتطلع أيضا أن تكتمل فصول العملية السياسية في ليبيا في أقرب الآجال بواسطة الأشقاء الليبيين أنفسهم عبر تنظيم الاستحقاقات الانتخابية في موعدها المحدد بعيدا عن التأثيرات الخارجية، وهو ما سيشكل بداية لمرحلة جديدة في هذا البلد الشقيق أساسها الاستقرار والشرعية والاستجابة لمتطلبات الشعب الليبي. كما يحدون أمل كبير في أن تستقر الأوضاع في كافة الوطن العربي على أساس تغليب الحوار والمبادرات السلمية. وبحكم مكانة روسيا الاتحادية في المنتدى الدولي، وبالنظر إلى دورها الإقليمي الفاعل وعلاقاتها الوطيدة بالعالم العربي واطلاعها المعمق على واقعه، فإننا نرى في روسيا شريكا قادرا على لعب دور بناء في المساهمة في حل هذه القضايا وفقا لمبادئ التضامن الفاعل والتأثير الإيجابي. لقد حان الوقت أن يتم التعامل مع العالم العربي وفق مقاربة مغايرة في التعاطي مع قضاياه وانشغالاته، مقاربة تستجيب للتحديات الراهنة التي يعرفها العالم والمنطقة العربية خاصة، مقاربة تتعامل مع الدول العربية كمنظومة متسقة لها وزنها الإقليمي والدولي، مقاربة مبنية على شراكة حقيقية روحا ومضمونا تدافع عن قضايا وانشغالات الدول العربية قولا وفعلا، وأخيرا مقاربة قوامها التنسيق السياسي والتعاون الاقتصادي والتقارب الإنساني والحرص المشترك على حفظ الأمن والسلم بالطرق السلمية. أصحاب المعالي والسعادة، إن المملكة المغربية تعتبر منتدى التعاون العربي الروسي امتدادا للعلاقات التاريخية القائمة بين المغرب وروسيا، تلك العلاقات الضاربة جذورها في القدم لأكثر من قرنين من الزمن، تسبت على الدوام بالحوار والتعاون والتقدير والاحترام المتبادل. وقد عرفت هذه العلاقات قفزة نوعية إثر الزيارتين الرسميتين التي قام بهما جلالة الملك محمد السادس لروسيا سنتي 2002 و2016، حيث توجت الزيارة الأخيرة لجلالته بتوقيع إعلان الشراكة الاستراتيجية الذي أرسى أسسا جديدة للعلاقة الثنائية بين البلدين. وإذا كانت المملكة المغربية تحتل الرتبة الثالثة ضمن قائمة أهم 5 شركاء تجاريين لروسيا في القارة الإفريقية، فإن هذه الرتبة تبقى في اعتقادنا دون طموحنا ورغبتنا في الارتقاء بهذه الشراكة الاستراتيجية إلى مستويات أعلى وآفاق أرحب. ومنخرطنا في تقوية المنتدى العربي الروسي والمضي به قدما على جميع الأصعدة إلا تعبير عن رغبتنا في تطوير العلاقات متعددة الأبعاد التي تربط المملكة المغربية بروسيا الاتحادية. وكلنا أمل في أن تكون هذه الدورة في نسختها السادسة محطة مهمة في مسار التعاون العربي الروسي ترقى إلى مستوى طموحاتنا المشتركة بما يعود بالنفع والمصلحة على الجانبين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الآن أعطي الكلمة لمعالي السيد سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية، فليتفضل. شكرا جزيلا السيد رئيس الجلسة السيد ناصر، أصدقائي وأعزائي، أود قبل كل شيء باسم وفد روسيا أن أقدم كل الشكر وامتناني للعاهل المغربي ووزير الخارجية على حسن الضيافة والتنظيم الرائع للمنتدى الروسي العربي على هذا المستوى. إن لقاءنا هذا يجري في مرحلة الأزمات الحادة في الشرق الأوسط والاضطرابات، وكذلك التحديات والتهديدات تجعل من الضروري أن يكون هناك حلول مشتركة لإحلال الأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك
إحلال التنمية الاقتصادية، ولذلك السبب يعمل منتدى الروسي العربي الذي تم تأسيسه عام 2013، وهو كآلية لتقارب المواقف الروسية العربية في مسائل عديدة، وتشكل اهتمام للجميع. في عام 2019 كان لقاءنا في موسكو، وأخذنا أو اتخذنا خطة للعمل لآليتنا هذه، وبغض النظر عن التعديلات التي أدخلتها جائحة كورونا فيروس، وكذلك التوافق على موعد لقائنا اليوم، فإن بنود تلك الخطة التي وضعت عام 2019 تنفذ، وهذا يساعد في تعزيز التعاون الروسي العربي متعدد الاتجاهات. اليوم لدينا الكثير من المسائل، فاليوم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تبقى الكثير من الأزمات التي تعيق تنمية وتطوير دول المنطقة التي لديها إمكانات اقتصادية وثقافية ضخمة. وبعد الهجوم في 7 من أكتوبر والذي نددنا به بشكل كبير، زاد التوتر في منطقة النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. وفي هذه المرة إن العنف الذي نشهده قد اتخذ نطاقا غير مسبوق، فعدد القتلى يصل إلى عشرات الآلاف، معظمهم من المدنيين من الأطفال والنساء والكهنة، الذين عانوا أساسا من الحصار الذي فرضته إسرائيل على غزة. لذلك لا بد من إيصال المساعدة، قبل كل شيء إيصال المساعدات الإنسانية لكل من يحتاجها. فللأسف شديد كل محاولاتنا مع من يشاركنا بالرأي بأن نحصل على وقف للأعمال القتالية في مجلس الأمن يتم وقفها وإعاقتها من قبل بعض الأطراف الذين يرغبون باحتكار كل المحاولات. فنحن مع شركائنا وخاصة العرب نسير في طريق التهدئة وكذلك حل الأزمة بالأساليب السياسية والدبلوماسية، ونحن واثقون من أن هذه التوترات والاضطرابات سوف تستمر في حال لم نقوم بحل هذه الأزمة الممتدة على مدى سنوات، بأن لا نحقق وفق قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة بإقامة دولة لفلسطين قائمة على حدود 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، وهذا سيؤدي إلى السلام الدائم. وهناك الكثير من الدول العربية التي أكدت موقفها وفقا للشرعية الدولية، وخاصة في الاجتماع الذي جرى في الرياض في 11 من نوفمبر لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي. وما يزال العمل يسير في هذا المجال، وضمن هذا الإطار يجب حل كل المسائل، وكذلك إيجاد آليات دبلوماسية مشتركة لحل قرارات المجتمع الدولي. ومن بين هذه المسائل والأهم منها هي إعادة الوحدة الفلسطينية. فقبل التوتر والتصعيد في قطاع غزة كنا نقترح بإجراء مناقشات وزارية لتقارب المواقف مع اللاعبين في المنطقة لإيجاد الوحدة الفلسطينية، وهذه
هذه المبادرة ما تزال قائمة، وبشكل عام نحن نرحب النهج المعمق لدول الشرق الأوسط لحلحلة المسائل في هذه المنطقة، وكذلك الوصول إلى اتفاق على ضوء تحسين العلاقات وتطبيع العلاقات بين إيران والسعودية، وكذلك تطبيع العلاقات بين سوريا وجيرانها من الدول. إضافة إلى ذلك هذه الدينامية الإيجابية مطلوبة جدا، وخاصة على ضوء أن بعض القوى الخارجية ترغب بتصعيد الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية لمصالحها وإشعال العداوة والكراهية في المنطقة، وخاصة على ضوء المغامرات التي تقوم بها الولايات المتحدة وشركائها الغربيين على مدى 20 عام، وأدت إلى مئات الآلاف من القتلى وتدفق هائل للاجئين. إن ويقومون بمعاداة تلك الدول التي تحاول أن تنهج سياسة خارجية مستقلة، ونحن نعلم هذا الطريق جيدا. نسمع من واشنطن أصوات تقول بأنه لا يجب أن ندع بوتين يفوز في أوكرانيا من خلال تدجيج أوكرانيا بالأسلحة. فنحن لا يخفى على أحد بأن زيلينسكي يتبع بشكل مباشر للأوامر الغربية، وأوكرانيا تستخدم كأداة في هذه اللعبة، وكذلك الأوكرانيون يستخدمون كعلف للمدافع لتحقيق أهداف الغرب. إضافة إلى ذلك هناك شرخ كبير ويتوسع بين الأقلية الغربية والأكثرية في العالم، يدل على الوعي المتجدد، وخاصة لإجراء أو لإقامة عالم قائم على الديمقراطية والمساواة بناء على ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على الوحدة في سيادة كل الدول. وإن لم نقم بذلك فستستمر الدول الاستعمارية باحتكار لإدارة العالم. لقد خرجت الآن مراكز جديدة على الساحة الاقتصادية والسياسية بما في ذلك دول العربية، وكلما اعترف الغرب بشكل أسرع بهذه الحقيقة كلما كان أفضل للجميع. فمن المفيد اليوم العودة إلى مبادئ الأمم المتحدة التي تحدد معايير العلاقات الدولية والتي تؤكد المساواة في سيادة الدول ووحدة الأراضي، وكذلك لابد من احترام ميثاق الأمم المتحدة كاملا وليس بشكل انتقائي واختياري، وتنفيذه بشكل كامل. وروسيا كعضو دائم في مجلس الأمن ستستمر في عملها انطلاقا من إدراكها لمسؤوليتها، وكذلك سوف نقدم جدول أعمال موحد للجميع لإنشاء وإحلال الأمن العالمي وحل المسائل والأزمات الإقليمية. لذلك نحن منفتحين على كل الشراكات مع من يود إقامة هذه العلاقات بناء على الاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة وانطلاقا من المصالح الدولية. فإضافة إلى المسائل الإقليمية والعالمية فيمكننا أن نناقش اليوم تعميق التعاون الروسي العربي في المجال الاقتصادي التجاري والثقافي التعليمي وفي مجال
الصحة. وقد تحدث زميلي لتوه نظيري لتوه عن هذه المسائل، وعلينا أن نتخذ في نهاية هذه الجلسة الخطة وكذلك خريطة الطريق لعملنا خلال السنوات الثلاث القادمة، وسيكون هذا إسهام لتعزيز تعاوننا. وأشكركم على حسن الاهتمام. أشكرك عزيزي الشرقي على هذه الكلمة الهامة. والآن أعطي الكلمة لمعالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين